النهارده هنتكلم عن التكنولوجي، عن تطور البريست امبلانتس. فاول حاجه هنتكلم على الشيب. زي ما قلنا ان في الاول ده راوند على طول راوند، ده على طول اناتوميكال او بيري دروب، ده راوند وهو هوريزونتال وهو واقف بيبقى مور اور ليس اناتوميكال، وده اللي اسمه الارجونومكس، هو بيغير شكله طبعا لوضع الجسم. فده اول تغيير او اول حاجه في التكنولوجي اللي هتكلم عليها النهارده. التكنولوجي الثانيه اللي هتكلم عليها، لو دورنا هنا وركزنا شويه هتلاقي فيه هنا تشيب محطوطه في الامبلانت. الشيب دي بتشيل كل الديتيلز بتاعه الامبلانت. الامبلانت ده اتباع امتى، مين الجراح اللي ركبه، اسم العيانه، تاريخ العمليه، بحيث ان حضرتك الوارنتي بتاعك للامبلانت ده فور لايف بيبقى من الشركه تقدر تعرف الديتيلز بتاعه الامبلانت حتى لو انت ضيعتي كل الديتيلز اللي عندك للامبلانت، سواء الكارت الامبلانت او تفاصيل الجراح. all you need to do is to have a scan and this chip will say it all for the التكنولوجي الاخيره. امبلانت اسمه البي لايت، هو من اسمه هو لايتر ذان الباقي. ليه؟ لان ده الكرات السيليكون اللي جوه محشيه هواء اير، فهو اخف ب 30% عن equivalent امبلانت اللي هو السيليكون العادي. وانا هسيب لكم الويب سايت بتاعه and it is very nice implant especially للستات اللي عايزين يستخدموا امبلانت كبير بيكبروا البريست بشكل كبير اكتر من 450 سي سي. فانا دايما بنصح باستخدام البي لايت. يا رب اكون افدتكم، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على اخر حاجه في التكنولوجي، وهتكون دي اخر فيديو. معكم الدكتور احمد عبد الجواد، كونسلتنت بلاستيك سيرجن، نورث ويست اوف انجلاند.